فكها، دقها، غرقها. ده واحد من انجح الاعلانات لواحد من انجح البسكوت في العالم كله، الا وهو منتج اوريو اللي كلنا عارفينه. سنه 1996 الشركه المنتجه الاوريو شافت ان هي نجحت في السوق الامريكي، فليه لا ان احنا ممكن نفكر في سوق اكبر حجمه والبوبيوليشن بتاعته اكبر، الا وهو السوق الصيني. ان احنا ندخل الصين وهبيع بقى بالمليارات وارقام كبيره جدا زي ما حققوا النجاح ده في امريكا. ولكن في الحقيقه مش ده اللي حصل. بدأ ان هم يعملوا الكامبين بتاعت فكها، دقها، غرقها، ولكن النتيجه المنتج بيفشل فشل ذريع. وده نتيجه ايه؟ ان الشعب الصيني اصلا ما عندوش كونسبت فكها وسقسقها ده، ان هو ما بيحبش اللبن ويسقسق فيه حاجه او يحط فيه بسكوت او الكلام ده، بالنسبه له مش فاميلي. هم لما بيجوا ياكلوا البسكوت بياكلوه كده وهو ماشيين اون ذا ران او حاجه كده، سناكس سريعه. في نفس الوقت هم انت عارف بيحبوش اللبن، فبالتالي بيحبوا حاجات ثانيه زي الاعشاب، الشاي الاخضر، والله شاي البابونج، والله مش عارفه الماتشا، الحاجات الغريبه اللي هو بيحبوها دي كشرق اسيا. في نفس الوقت الشعب الصيني ما بيحبش الشوكولاته، والاوريو مشهور ان الشوكولاته اللي فيه قويه جدا ومسكره قوي، فمش كل الناس بتحب الحاجه دي. وبالتالي كل دي حاجات ادت الى فشل المنتج اول ما اتعمل له اللونش بتاعه في الصين. فضلوا مكملين سنه 2 3 5 لحد تقريبا 2005. وهنا قررت شركه كرافت ان احنا خلاص كفايه، عمالين نضيع فلوس ونضيع مليارات، والمنتج مش عايز يشوف النجاح. بالنسبه لمنتجات تانية في السوق بتبيع اكتر منه جدا، لان هي ارخص، لان هي سناكس، لان هي بتقدم فليفر احسن منه بكتير. فقالوا احنا هنطلع من السوق الصيني. ولكن قبل ما يطلعوا فكروا طب احنا محتاجين نعرف ايه السبب ان المنتج ده فشل. احنا بنتكلم على منتج ناجح جدا عالميا لواحده من اكبر الشركات في الاندستري دي. طب ايه اللي خلى المنتج ده يفشل؟ بدا ان هم يعملوا ابحاث ويعملوا استبيانات بالنسبه للناس. انت من وجهه نظرك ليه ما حبيتش الاوريو؟ اول حاجه ان الناس ما حبيتش فكره اللبن، ان هم تحط البسكوت في اللبن. هم بيشربوا حاجات زي الاعشاب والحاجات التانية او الشاي الاخضر والكلام ده كله. تاني حاجه فكره السكر، ان هم بالنسبه لهم في كميات سكر كبيره جدا، فبالتالي بالنسبه لهم الطعم ما كانش بالنسبه لهم طعم محبب. في نفس الوقت ان هم فكره ان هم ياكلوه كشكل دواير ما بيحبوهاش، هم بيحبوا اكتر الستيكس اللي هي الطويله اللي بتتاكل زي ما قلت لك، فكره السناكس. ومن هنا الشركه حبت تدي المنتج فرصه اخيره، الا وهي هنطلع اول اوريو ستيكس. انتجوا اول اوريو ستيكس عالميا، وانتجوه بسكر كميات اقل وفليفر مختلفه، فراوله ومش عارفه رمان، وبدا ان هم يحطوا فليفرز كتيره جدا لفواكه وحاجات يقدروا ان هي تكون بالنسبه للناس هنتست ونشوف ايه اللي هيمشي مع الشعب الصيني. وبالفعل يا صديقي المنتج ينجح نجاح باهر جدا، والشركه حلمت بيه من الاول ان الصين يتحول لتاني اكبر سوق للاوريو عالميا. اتحقق ليه؟ لان ببساطه الشركه هنا قدرت ان هي تحط كونسبت، فكره انك تثينك جلوبالي بس هتاكت لوكالي. يعني ايه؟ يعني انت عشان تنزل بدواء جديد او تنزل بمنتج جديد، المنتج ده ممكن يكون ناجح جدا عالميا، منتج ثوري جدا، منتج ما فيش منه اتنين يا عم، ولكن لو انت ما قدمتوش للكالتشر بطريقه صح، وما قدمتوش للمستهلك اللي موجود في الدوله دي بالطريقه اللي تناسبه وتعجبه، مش لازم ينجح، ممكن يفشل. وده اللي ممكن تشوفه في شركات الادويه. فعلا شركات الادويه من اكتر الشركات لما بتنزل منتج جديد بتفكر بالطريقه دي، ان هي ثينك جلوبالي ولكن هتاكت لوكال. اول مثال معانا الا وهو الاسبرين، او ما يعرف بالاسيتايل ساليسيليك اسيد. الاسبرين اول ما تقدم للسوق في العالم كله، في امريكا وفي اوروبا، نزل على ان هو منتج خافض حراره ومسكن. كانت المبيعات مش كتير. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو تبع كاتيجوري النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج، اللي زي ما انت عارف يا صديقي ان المجموعه دي بتعمل مشاكل في ليفل بقى القرح والام المعده، وممكن تعمل مشاكل في الجي اي تي. فهم بداوا ان هم لقوا ان المبيعات بتاعته بتقل. طب كويس، الشركه تعمل ايه؟ الشركه فضلت تطور وتعمل ابحاث سريريه، واكتشفوا ان هو في جرعات محدده، الا وهي ال 81 وال 100، المنتج او الماده الفعاله دي بيكون ليها تاثير افضل، اللي هو الكاردياك بروتكتيف، نتيجه للناس اللي بتعاني من امراض القلب او السيوله. فبدا ان هو ياخد انديكيشن جديد، وده فعلا اللي بدات تحوله امريكا واوروبا، ان هم يحولوا انتاج الاسبرين بدل ما هو حاجه تستخدم كمسكن لمنتج يستخدم لعلاج مرضى القلب. ولكن هل كل الاسواق عملت كده؟ لا. لحد فتره قريبه ستيل لحد النهارده الاسبرين في الدول الناميه بيقدم على ان هو مسكن وخافض حراره.
تاني مثال معانا وهو الميتفورمين، واحد من اشهر الادويه والمواد الفعاله المعروفه لعلاج مرض السكر النوع الثاني. هتلاقي ان الميتفورمين بيتقدم في اسواق زي اوروبا وامريكا على ان هو علاج سكر تايب 2، ولكن لو جيت بصيت على اسواق زي الهند والشرق الاوسط هتلاقي ان هو فاميليار قوي، واغلب كتاباته بتكون منحصره مع دكاتره النساء. طب ايه علاقه دكاتره النساء بالميتفورمين كدواء سكر؟ دي الست الحامل ما عندهاش سكر، طب هي حامل ولا مش حامل؟ طب المشكله فين؟ او هو هنا حل مشكله ايه؟ لان ان الميتفورمين من التجارب السريريه بتاعته ان هو ليه افكت كويس جدا لعلاج تكيس المبايض او ما يعرف بالبي سي او اس، فبالتالي كاسواق زي الشرق الاوسط او الهند بيتقدم ان هو علاج مشهور جدا او فاميليار قوي مع دكاتره النساء زي ما قلت لك لعلاج تكيس المبايض، على عكس امريكا واوروبا اللي بيعالج فيها السكر. ثالث مثال معانا هو الميزوبروستول. الميزوبروستول هي مادة فعالة تستخدم في أمريكا وأوروبا على إن هي بتعالج قرحة المعدة. الناتجة عن إيه؟ الناتجة عن الاستخدام المفرط للنون ستيرويدال أنتي انفلاماتوري دراج اللي ببساطة المسكنات. الناس اللي بتستخدمها بشكل مفرط للأسف لا قدر الله ممكن يحصل لهم نزيف في المعدة أو قرح شديدة، فهو بيستخدموا فيها الميزوبروستول. ولكن في أسواق تانية زي أمريكا اللاتينية مشهور جدا وفاميليار استخدام الميزوبروستول في علاج نزيف ما بعد الولادة. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا صديقي، ازاي تثينك جلوبالي بس تاكت لوكالي. انت نفس الماده الفعاله بتختلف الانديكيشن بتاعها من دوله للتانيه، نفس البرودكت ممكن تستخدمه مع بيشنت مختلف من دوله لدوله. ده بتعمله ازاي؟ عن طريق انك تتاكد وتكون عارف كويس جدا قبل ما تلونش اي برودكت في الدوله دي انك عارف ثقافه الدوله دي ايه، ثقافه الاطباء ايه، احتياج المرضى ايه البروتوكولات العلاجيه في الدوله دي اللي تسمح لك بالانديكيشن ده ولا لا. أخيراً لو تعرف أدوية تانية بتتوصف بإنديكيشن مختلفة بين دولة ودولة تانية قول لنا تحت في الكومنت، والأهم ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب عشان تشوف فيديوهات تانية أكتر عن كارير ميديكال ريبريزنتيف والسيلز والماركتنج.